السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم حبايبي في معلومة مفيدة معنا. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو. بصوا حبايبي، لو احنا ما عندناش المكعبات دوت هقول لكم طريقة جميلة تفرزوا بيها الليمون. داخل علينا الشتاء بقى والليمون هيغلى. تمام. انا بعصره واحطه كده، وممكن تحطيه في التلاجة وهو صحيح، بس الاحسن كده عشان اسهل ان انت تستخدميه. انا دلوقتي ما عنديش مكعبات، اعمل ايه بقى؟ حطيت مغرفة عصير ليمون في كيس وسبتها مبططة كده وحطيتها في الفريزر مبططة، وبعدين بعد كده هقطعها وهتشوفوها شكلها ايه بعد ما اقطعها. بصوا شكلها ايه، بصوا جميلة ازاي، ما شاء الله، رقيقة ازاي، مش مالية الكيس عشان يبقى يسهل ان احنا نقطعها. تمام يا حبايبي، هتشوفوا بقى هقطعها ازاي بالسكينة كده مكعبات ونحطها في اكياس. تمام، هقطعها يا حبايبي وارجع لكم. بصوا حبايبي، الطريقه الجميله دي بقى كده احنا كسرناه. طبعا اتكسر بسهوله، ما بيتقطعش مكعبات، لاني اما بيجمد وانت عامله مرققينه هيفرول. تمام، وممكن تسيبيه بالكيس زي ما بنعمل، بس نفرز التوم وتاخدي منه حتت وتعملي ايه، عصير اي وقت لنزلات البرد لاي حاجه. تمام، هتحتفظي بيه وهيبقى طعمه مش هيغير خالص، اكنك عامله عصير فريش. ولو عايزه تعمليه في المكعبات ديت اعمليه عادي، هتستعمليه وتاخدي مكعب مكعب. وديت تعتبر برضو اسهل طريقه من المكعبات عشان مش هتاخد مكان في الفريزر. دول بقى هنحطهم في كيس زي ما انتم شايفين كده اهو يا حبايبي. بصوا المنظر الجميل ده اهو، جامد ومفرول وسهل ان انت تقطعيه. الكيس ممكن تاخدي منه بطريقه سهله من غير ما يتقطع زي ما انا عاملاه كده، لكن انا هحطه في كيس فريزر وهحطه في الفريزر، مش هياخد مكان غير المكعبات خالص. وممكن تعملي المكعبات برضو وتحطيها في كيس في النهايه اهو يا حبايبي. حطيته في كيس، طبعا مش كلنا عندنا مكعبات، تاخدي القطعه وتعملي الليمون اللي انت عايزاه، تاخدي قطعتين حسب احتياجاتك. وكده يا حبايبي هنحطه في الفريزر بالطريقه دي ومش هياخد مكان ونستخدمه اي وقت. وبرده زي ما قلت لكم، لو عايزه تحطيه في الكيس وهو مبطط زي ما هو وتاخدي الحته هيتقطع بكل سهوله، بيبقى مرمل، ما بيجمدش قوي كده زي الميه. تمام، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.